والوسائل اللي توصل للاهداف، ولا يعني اصبح فيه تشرذم كبير جدا؟ ما زال العرب يمتلكون كثيرا من الاوراق اللي تقدر تخليهم متحدين اذا ارادوا واخد بال حضرتك. وما زال العرب ايضا يمتلكون كثيرا من الامور اللي هي يقدروا يجبروا العالم على احترام المنطقه العربيه والوضع يعني برضه اذا اراد يعني حضرتك انت عندما تتحدث عن يعني اهم شرايين الملاحه، انت بتتكلم عن قناه السويس وبتتكلم عن باب المندب والبحر الاحمر اللي احنا بنتحدث عنه. اذا حضرتك تحدثت عن اهميه الطاقه ودور النفط في تشكيل الخريطه العالميه، ايضا تمتلكه الدول العربيه. الموقع السياسي والموقع الاستراتيجي والجغرافي اللي بتتميز به المنطقه العربيه ايضا ده امر مهم جدا. ايضا قرب المجموعه العربيه من القاره الافريقيه اللي هي يعني مليئه بالثروات التعدينيه والثروات النفطيه والثروات الطبيعيه. ايضا اكتر ناس يقدروا ان هم يبقى موجودين في افريقيا ويستفادوا من افريقيا ويوظفوا قدرات افريقيا من اجل خدمه افريقيا من اجل خدمه المنطقه والاقليم هم العرب. اذا العرب يمتلكون ولديهم القدرات، لكن اذا ارادوا. لكن اعتقد ان شاء الله خلينا برضو يعني نتبع فكره او الحديث بشروا ولا تنفروا، تفاءلوا بالخير تجدوه. اعتقد انه نتمنى ونامل ان يكون هناك موقف واضح للمجموعه العربيه، وخاصه في اللي بيبقى ليهم موقف واضح نشجب وندير نتمنى ونطالب بضبط النفس. نتمنى هذا يا عمرو بيه، لان انت في النهايه انت امام صراع وجودي. يعني ما يحدث الان في غزه يا فندم هو القصه ما هوش قصه شعب فلسطين. حضرتك انت بتتكلم عن دوله محتله صهيونيه توظف او تنفذ برنامج الصهيونيه اللي تم اعداده 1948 القائم على فكره تهجير الفلسطينيين وايضا احتلال مجموعه كبيره جدا من الدول العربيه. اذا هنا الصراع انت امام صراع وجودي وليس ده منذ قيام اسرائيل. القصه ليست حدود ولكنها صراع طبعا وجود. ولذلك دوله حد الان ليس لديها دستور وليس لديها حدود. صحيح. وتتعامل على انها فوق القانون الدولي. صحيح. ولديها حدود هي اخر مكان يقف فيه جندي اسرائيل. وبالتالي اعتقد ان الفرصه الان واضحه وسانحه وان الصوره يعني امام القاده العرب وامام العرب بانه في النهايه انت يا فندم امام وجود. لانه ما يحدث الان في غزه وما يحدث الان في فلسطين من الممكن حاله تراخي وحاله التعامل معها بشكل جدي وحاله عدم الاتحاد ممكن يحدث في مناطق. مش ممكن، ده من المؤكد، لان ده زي ما احنا اتفقنا ان هذا برنامج للصهيونيه العالميه وهذا مخطط تم الاعداد ليه من قبل القوى الاستعماريه والصهيونيه واللوبي الصهيوني مش من النهارده ولا امبارح ولا من سنين، ده منذ 1948. واعتقد ان هم شغالين عليه بشكل كبير جدا وبينفذوه بشكل استراتيجي ضخم. يعني شوف احنا حضرتك بنتكلم على فكره تعرض اسرائيل لهزائم كبيره جدا ونجاحات كبيره جدا للشعب الفلسطيني والمقاومه الفلسطينيه، الا انه ايضا اسرائيل والولايات المتحده الامريكيه يريدون ان يستثمروا من اجل خدمه الهدف الاستراتيجي